ومعانا يا ست أوشين اللي دايما سايبة ركابها علينا. ليه كده الأذية يا ستي؟ وقعتي الراجل، حرام عليكي. الناس متلجة وانتي سايبة ركبك علينا. ده حتى ما طلعتيش أصيلة، ما طلعتيش أصيلة يا أوشين. حتى الكلمتين الحلوين الراجل، ايه رجلك دي يا بت، ايه رجلك دي، ايه رجلك دي. لا إله إلا الله. ايه رجلك دي يا بنتي، في حاجة اسمها نظافة شخصية. ابتدت بقى تستخدم كل التكنولوجيا الحديثة علشان ترفع عن نفسها. عاجبني قوي بقى ان الموبايلات تتشحن، انها تتحط كده يدوسوا على زرار الموبايلات تتشحن. حلو قوي والله. بصوا هو ده ماركتينج، ودي حاجة كده البلوجرز هناك بيبقوا بيعملوها علشان يعلنوا عن منتجات معينة. وبصراحة بتبقى ليهم افكار، شوية افكار كده صايعة. بيبتدوا الفيديوهات بشوية حاجات تجنن، ولكن بستمتع او معظمنا بيستمتع بالاجهزه اللي هي فعلا اجهزه ذكيه جدا. يعني كل حاجه ليها كل حاجه. الخلاط بقى العازل الصوت دوت حلو قوي قوي قوي، عشان بالليل لما تحبي تفتكسي كده ما العيال ما تصحاش والراجل يقول لك يا وليه اقفلي البتاع ده عندي شغل بكره. فبصراحه عندهم كميه اختيارات حلوه قوي. انا اسفه اختراعات. والماركتينج وان هما بيستخدموا بلوجرز يعرفوا يعملوا افكار في بدايه الفيديو تشدك ان انت تكملي الفيديو. دي حلوة قوي. الكابوريا صح يا اختي، يا اختي يا اختي. بصوا بقى عجباني قوي قوي الحلة دي. كل حاجة بتستوي، وللعلم مفيش حاجة بتاخد من ريحة الحاجة التانية. يعني كل حاجة بتسوي 3 حاجات مع بعض، ومفيش حاجة بتاخد من ريحة حاجة. كمان بصوا الاير فراير عندها تجنن تجنن بجد. وبصوا المعقم وكل حاجة تكنولوجيا. يا جماعة اللي ميقيش الدلع ويتدلع يبقى يستاهل. مش هنقول يستاهل ايه. عصارة البرتقال المقصرة دي انا شفت لها ريفيوهات قبل كده، حلوة قوي برضو يعني. وبصوا الرز كل حاجة بتستوي بطريقة صحية. 3 موبايلات مش شغالاهم. ما قلنا ليه لا يتدلع وما يتدلعش. بس بصراحة بيعملوا أفكار حلوة بصراحة. يعني أفكارهم حلوة للماركتينج للتسويق، لأن هم يعرفوا بس مش بس الماركتينج عندهم، لا ده بيعرفوا العالم كله. يعني احنا بقينا مهتمين قوي بالأجهزة والإلكترونيات والمنظمات والحاجات اللي بتجيلنا من عندهم، او الفيديوهات اللي بتجينا بقوا يصدروا لنا الفكرة فعلا بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا. على فكرة في بيجات دلوقتي كتير جدا. بس انا معرفش هي معانا ولا مش معانا دلوقتي. في الظروف اللي احنا فيها دي. فانا بصراحة دورت ولقيت ان في فعلا بيجات بتبيع الحاجات دي. زي مثلا البيجات الكبيرة، زي البيجات اللي بيبقى عندها زي نون بقى وجوميا والحاجات دي. بس حاجات بقى ايه بتجيلنا الحاجات دي من بره. ممكن تبحثوا عنها وتلاقوها للناس اللي حابة تشتري الحاجات دي. فهم عرفوا يوصلونا ازاي ان احنا كمان ندور على المنتجات بتاعتهم، ان احنا ندور ونشوف هي موجودة فين. لا احنا يعني مش هما بس، لا ده هو انا بحس ان اصلا الفيديوز دي بتتعمل عشاننا احنا، عشان يوصلوا لنا افكارهم ويوفروا لنا المنتجات، يوصلوا لنا المنتجات بتاعتهم، ونبتدي نطلب كنوع من التسويق الخارجي ليهم. لان هم على المستوى المحلي اكيد معروف كل حاجة عن الحاجات دي وموجودة وعندهم علم بيها. عاجباني قلمامة الوبر دي قوي قوي، وعاجباني غسالة الشرابات دي جدا. حلوة قوي قوي. تعمل فيها الشرابات كده وتتغسل تجنن تجنن، وكمان بتجفف. حلوة قوي قوي، عاجباني قوي. بتعدين بتتلزق مش بتتحرك من مكانها لما احنا نحركها. يبقى خلصت وهتقعد بقى تروق على حالها. يا سلام، يا سلام يا اختي بط يا ناس. انا ملقاش الدلع، وانا عايزه اتدلع الدلع ده يا جماعه. منك لله يا حسين. تشرب من الطبق. حسبنا الله ونعم الوكيل. الفيديو كان حلو يا ست الكل.